السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر حاجة هنتكلم فيها في نظام الكيتوجينيك اللي هو أنت إزاي تخرج من نظام الكيتو. أنت عملت كيتوجينيك خلاص، استمريت عليه مثلا شهرين أو 3 شهور، عاوز بقى تخرج بره النظام. أهم حاجة لازم تاخد بالك منها إن أنت ما تدخلش كارب. احنا كنا طبعا مانعين الكارب أو بندخله بكميات قليلة قوي. اهم حاجه ان انت ما تدخلش كارب بكميات كبيره في الاول، وما تدخلش سمبل كارب. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تبدا اول ما خلاص انا النهارده قررت ان انا انهي نظام الكيتو وهحول على اي نظام تاني من انظمه الدايت. ما تجيش بقى اروح واكل النهارده مثلا رز او مكرونه او عيش. لا، ليه؟ لان ده هيخلي عندي رغبه جامده قوي في ان انا اكل بقى كمان من الحاجات اللي انا كنت محروم منها. هلاقي نفسي دخلت بقى كمان في الفاكهه، دخلت في السكريات، في الحاجات الحلوه. واكتر حاجه بتخلي عندك رغبه في انك انت تاكل حاجه مسكره هو انك انت بتاكل حاجه مسكره. يعني ايه؟ انت لما تاخد حاجه مسكره في حاجه اسمها تيست بوديز او اللي هي حساسات المذاق. كويس؟ انت لما تعودها ان هي دايما بتحب الحاجه المسكره، هتفضل طول الوقت عندك رغبه في انك انت تاكل حاجه مسكره. ولو انت خرجت من نظام الكيتو بالطريقه دي، انت هترجع تكسب وزن كتير جدا من اللي انت خسرته. فخلينا نعمل ايه؟ اول يوم ولا هدخل رز ولا مكرونه ولا عيش، ممكن اخري ادخل مثلا ثمره فاكهه. تاني يوم نفس الموضوع. تالت يوم ممكن ابدا مثلا ادخل شويه شوفان، 3-4 معالق رز. ان انا مهم اخلي الموضوع بالتدريج. هبعد خالص عن اي حاجه مسكره عشان دي هتخلي عندي رغبه ان انا اكل اكتر سكريات. في نقطه مهمه قوي لازم تاخد بالك منها، ان انت لما تغير من نظام الكيتو لنظام تاني الجسم هيبدا يزيد شويه. الزياده دي بتكون عباره عن ايه؟ احنا اتفقنا في الاول ان انت لما بتبدا في نظام الكيتو الجسم بيستهلك المخازن بتاعه الجلايكوجين اللي موجوده فيه. بالتالي لما ارجع تاني ادخل كارب للجسم فهيبدا الجسم يعمل ايه؟ يخزن جلايكوجين. ودي حاجه مش وحشه، دي حاجه طبيعيه جدا ان الجسم بيعمل مخزون للجلايكوجين يكون موجود فيه. فالجسم هيبدا يعمل تاني او يخزن تاني الكارب ده، بالتالي الوزن هيزيد شويه. لكن انت لو مشيت بالنظام اللي قلنا عليه ان انت بدخل تدريجي، دخلت الكارب تدريجي، مش هيحصل عندك مشكله والوزن مش هيزيد. بدل مثلا ما انت زدت 1.5 كيلو او 2 كيلو في اسبوع، هتلاقي نفسك زايد نص كيلو. نص كيلو ده هيفرق على الميزان بس ولا في الشكل؟ لا، هيفرق في الميزان وهيفرق في الشكل. لو انت كمان بتلعب رياضه هتلاقي الشيب بقى شكله احسن، لان الخسسان اللي بيحصل في بدايه الكيتو ده بيكون زي ما اتفقنا ميه وجلايكوجين. نحاول ان احنا في البدايه نمشي على نظام كارب قليل، بعد كده نقدر بعد كده نزود الكارب واحده واحده. اشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا.